الله وبركاته. ازيكم يا حبيبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كل عيدكم يا رب. احنا هنعمل معاكم النهارده يعني حاجه بسيطه كده وخفيفه، وما بتشتراها من بره، بتشتراها غاليه. هنعملها معاكم في البيت، ويا رب تعجبكم الطريقه بتاعتنا. ولو عجبتكم الطريقه بتاعتنا اعملوها وكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا اللي هي عجبتكم ولا ايه. معانا نص كيلو لحمه، معانا حته دهنه. الدهنه دي اللي هي الدهنه الرقيقه، اللي هي ايه، اللي هي التانية، مش الدهنه التخينه اللي بتسيح يعني تنزل دهنه كتير. ومعانا بتاع ده هنعمل معاكم، وبتاع ده بلوبيف. انا كنت مدرياها الدهنه كده، فعلا هو اللي برضه شافها وفحر عليه. و... وادعوا لعلاء كلكم بالله عليكم، تدعوا لعلاء. علاء عنده جاي من النوم، عنده صداع، وعمال مش كان عاوز يصور. قلت له هنعمل حاجه خفيفه كده، وادعوا له كليتكم ربنا يشفيه عشان عنده صداع، جاي من النوم مصدع جوه. بتاع ده نص كيلو لحمه، ومعانا قطعتين دهن من اللي بيقولوا عليه اللي هو الدهنه الرقيقه دي، مش هي الدهنه اللي بتنزل دهون كتير يعني، عشان تخلي لها طعم يعني. ومعانا بتاع دي بنجر. انا ما بحبش الالوان اللي هي الالوان الطبيعيه، حتى اللي بتنباع اللي هي الحمرا كده، انا ما بحبش الحاجات دي البنجر مفيده ها. والبنجر هيدينا نفس اللون اللي هنشتريه من بره يعني. هنحطه فيه. معايا بصلتين وسط. لو انهم بصله كبيره ولا بصله كبيره يعني نص على نص، حتى كنت عملت واحده بس. لو انتوا هتعملوا اعملوا بصله واحده، عشان البصل ده تقطيعها وكلته ايه هينعمل في بعض يعني. اهو يا حبايبنا بالطريقه دي. معانا برضو ايه حبه توم. هما حبه توم ايه 5 فصوص بس يعني، هو توم وسط، مش ولا كبير قوي ولا وسط صغير. تخلي لها ريحه. انا حاطه توم وبصل. انا كنت ممكن احط بصل بودر وتوم بودر، بس انا بحب الحاجات اللي هي كده احسن يعني. معانا التوابل. معانا ده ورق لورا، ونعرفها كم ورق عشان نبقى نعمل معاها حبهان. معانا حبه فابريكا، معانا السبع بهارات، حبه سماق صغيره، هي فلفل اسمر، شعره ملح صغيره. السبع بهارات دي بتبقى مركزه فيها كل حاجه. لو هنبشر عليها بشره جوز الطيب، بشره جوز الطيب عليها عشان ريحتها حلوه. وجربوا الطريقه باذن الله هتبقى احسن من اللي بتشتراها من بره، وحاجه عاملينها في بيتكم وعارفينها معموله ازاي. معانا فص مستكه هنحطه في البصل والثوم والحاجات دي هتنضرب فيها، وكل الحاجات دي هتنضرب في قلبها. بس هنجي ورق اللورا وورق الحبهان، ودي برضو بعد ما ينزل العصاره اللي فيه هنعملها. هنروح كبنا في الحله الفص المستكه ساحه اهو، هنروح كبنا كلها في الحله كده، نحط عليها شكشاك ميه صغير يعني قيمه كوبايه كده. البصل في الطبه والثوم لون، لكن هو كده هينضرب في بعضه تاني يعني. نحط حبه ميه قيمه كوبايه كده اهو. الميه دي برضو انا بعوز لما تغلي في بعضها انا هرص عليها. الميه اللي فيها دي برضو هنقولها يعني، هنسويها كلها في بعضها. الميه سخنه من الكتل، وقت ما تغلي برضو حلو، وهنروحوا ايه مواطين عليها. اهي يا حبايبي نحط الميه بس هتغلي وهتنقص يعني. انا عاوزه فيها برضو ايه اصلا ميه يعني. كل البصل والثوم والحاجات دي كلها اللي هتنضرب في قلبها بتاع البنجر ده هيعمل الطعم بتاعه، ونشيله. لو انضرب ما يعملش حاجه، هي حاجات مفيده اصلا يعني. والورق اللورا والحبه الهان نعرفه عشان نعمل ايه، وشعرة ملح صغيره. والملح دي تبع الرغبه بتاعتكم اللي انتوا حابين تحطوها. هي اصلا كانت الميه بتغلي، بس لما تغلي بقى في بعضها هنغطي عليها ونوطي عليها، ونرجع معاكم تاني عشان نشوف هنعمل فيها ايه. اهي يا حبايبنا البنجر اداها اللون اللي احنا عايزينه. انا لسه بقول شوف البنجر ممكن نشيله وممكن نضرب معاه، بس احنا هنشيله يعني. انا موطي عليها تسوي حلو عشان تسوي البصل والثوم واللحمه المفرومه، مش بتاخد سوا، بس احنا موطين عليها. بدنا تغلي في بعضها. شفت الميه دي لسه هتنشف شويه،
وبعدين انا عايزاها دي اصلا يعني تنضرب كلها في بعض. اهو يا حبايبنا، وجربوا الطريقه بتاعتنا، واللي بيشوفنا لاول مره يشرفنا ان هو ينضاف معانا لعيلتنا ويشترك معانا، ويا مرحب بكم كلياتكم. واللي معانا من الاول يعمل لنا لايك ويكتب لنا كومنت حلو كده ويقول عجبه طريقتنا ولا ايه. دي من معلقه السمنه وحته الدهنه اللي حطيناها، وانتم ما بتشتروها برضو علبه البلويف تلاقوها نفس النظام كده. ومعلقه السمنه حطت اللي بتاعت عشان هي بتنعمل على بيض، وبتنعمل دي بتنعمل في فطور في عشاء في اللي انت عاوزاه تعملها على بيض ولا كده، بتبقى هي يعني سمنيتها فيها. يعتبر لسه مش بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف يا حبايبنا المنظر بتاعها عامل ازاي. يلا نقسمها مش هتروح. دي بقى بلوبيف ولا مش بلوبيف؟ جربوا طريقتنا وريحته، والله ريحة اللي بتاع البلوبيف وحاجة انت عاملاها في بيتك. يا حبايبنا عاملة ازاي، وريحتها والله ريحتها جميلة. القطعة بتاعتها عريضة عشان البتاع، والله طعمها جميل. يا حبايبنا تعالوا اتفضلوا تيجوا معانا كليتكم، احنا اتغدينا والوقت احنا ايه بعد المغرب بكتير يعني اتغدينا، بس كانوا دي سايبينه في التلاجة عشان يجمد. وهي معلقة اللي بتاع دي اللي هي اللي حطيناها عليها دي هي اللي بتروح ماسكاها في بعضها وحلوة هي، وتحطها في العلبة تحطها في التلاجة تاكلوا منها، تعملوا منها على بيض، تعملي بصلة كده وحبات طماطم تقطعها تقطيع كده وتحط تعملي بيضتين وتقطعها كده مكعبات وتحطها في قلب البيض، او تهريها كده زي ما الواحد بيجيب البلبوف من العلب من بره. وجربوها والله ما تفرق عندي، ودي كمان انت عاملاها في بيتكم عارفاها طعمها حلو، عارفه انت عاملاها ازاي. وان عجبكم الفيديو بتاعنا يا حبايبنا وجربوا الطريقه بتاعتنا، وان عجبكم الفيديو بتاعنا اشتركوا معنا في القناه واعملوا لنا لايك. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.